رجعنا وياكم ومكملين نهارنا عراقي. راح نروح إلى أولى محاورنا لهذا اليوم. طبعا أنتم مثل ما متعودين علينا كل خميس احنا محاورنا تكون فنية بامتياز. اليوم حل علينا ضيف مهم جدا ومن الوجوه الشابة والمبدعة في مجالها. اليوم حديثنا راح نحكي به عن الأغنية العراقية وصداها وتطوراتها بكل محاورها وانتشارها بكل دول العالم والدول العربية. بالفترة الأخيرة الأغنية العراقية أخذت صدى واسع وتبوأت أعلى المراتب بالترندات وبالسوشيال ميديا وبكل مكان. اليوم ضيفنا عمر الشاعر العازف والمطرب. صباحك خير. صباح النور، يسعد صباحكم بالخير والصحة والعافية. شكرا على هاي المقدمة الجميلة. شكرا. نورتنا. أهلا وسهلا بك عمر. طبعا حضرتك أكيد يعني مواكب كل التغييرات والتحديثات اللي تصير بالأغنية العراقية. ما راح أسألك السؤال التقليدي أبدا بس شنو رأيك بالأغنية العراقية؟ بدأت بالسنوات الأخيرة تأخذ صدر كبير وواسع، حتى الفنانين الكبار صاروا يغنون الأغنية العراقية، وحتى فنانين صاروا ينطلقون بنجومية أكبر من خلال الأغنية العراقية. شو اللي يميز الأغنية بالضبط العراقية؟ الصوت، اللحن، الكلمة؟ شوف، احنا مثل ما نعرف انه الفنان العراقي وبصورة عامة هو يمتلك صوت، وكل يعني معروف عنه يمتلك صوت وذات موهبة رائعة. الأغنية العراقية بهذا العصر الحديث، العصر السرعة، أخذت مجال كلش واسع وأخذت شهرة وتستحق هذه الشهرة الموجودة، بغض النظر عن بعض الأغاني اللي ممكن تكون خادشة بالكلام أو شيء. فالأغنية ممكن تكون من خلال اللحن، من خلال الصوت، وأيضا الكلمات. اليوم احنا يعني صارت برامج هواية وصارت لجان تحكيم هم هواية، وأكو لجان تحكيم عليها لغط وأكو لجان تحكيم يعني كانت موفقة. اليوم أنت شو نشوف هاي البرامج يعني من ضمنها ذا فويس وغيره وغيره؟ هل هي نقاط انطلاق للفنان صحيحة؟ يعني تشوفها بداية صحيحة للفنان؟ شوف، هي إذا نحكي عن هاي البرامج فهي البرامج بحد ذاتها ما أعتقد تبحث عن الفنان الحقيقي بصراحة. باعتباري شاركت بأحد البرامج الغنائية يعني. ممكن يبحثون عن الصوت ما يقارب خلينا نقول 20%، وبكلام عن أحد الأساتذة الفنانين الكبار اللي كان باللجنة مال الاختبار. فشفت يعني تعرف أنت كل هاي البرامج هي عبارة عن برامج تجارية. فمن خلال مشاركتي بأحد البرامج شفت أكو فد شيء غريب ده يصير، يعني شفت اكو غبن، اكو ظلم. يعني انا يمكن ما قهرت على نفسي بقد ما قهرت على الشباب اللي كانوا وياي الباقين. شنو تشوفها وين تشوفهم يركزون؟ يعني هي اوكي ممكن يعني تعبرك هواي مراحل، يعني تخليك توصل لمرحله النجوميه. زين. اوكي. بس اكو شغله ثانيه، انه هل الفنان اللي اخذ هذا البرنامج لقب البرنامج انه راح يستمر على هاي الطبقه اللي وصلها او لا؟ تعتمد على الأغاني اللي راح يختارها بعدها. بس عذرا المقاطعة عمر، هي هاي معتمدة على الفنان نفسه، هو شلون راح يبلش مشواره. بس هل هي هاي البرامج هي السبب بيها الخلل؟ يعني هسه أنت قلت هي ما معتمدة على الصوت بشكل رئيسي. على شنو إذا معتمدة؟ يعني مثلا شنو المعايير؟ بكلام احد الاساتذه اللي قلت لك كان هو احد لجنه، سالناه قلنا له شنو المشكله اللي دا تصير؟ قال لي ما يعني بالاساس ما يدورون على الصوت الجميل او شيء، هم ببالهم فد شخصيات، ببالهم فد استايلات انه يحبون يسوون بيهم الشو. اكو بيهم بعض الاصوات واكو بيهم بالاساس هم ما راحوا راسا للاختبار او شيء، مباشرة عبروا مباشرة المراحل المتقدمة. طبعا بهذه البرامج دائما نشوف اللي ياخذ المرتبة الأولى ما يحقق النجومية والشهرة الواسعة وما يكمل، بس اللي ياخذ المرتبة الثانية الثالثة أو اللي بعده يصير نجم. بديناها من ستار أكاديمي لحد الآن. النجوم اللي ماخذين اللقب طفوا، بس من بعدهم زملائهم لا صاروا نجوميه، نصيب زيتون، رحمه رياض وغيرهم، رويدة عطيه وغيرها. يعني ديانا كرزون اخذت المرتبه الاولى، بس منو اللي تنجمت؟ رويدة عطيه. شنو اللي يصير؟ شوف، هي هنا تعتمد تبقى على الفنان اللي اخذ اللقب، راح يوقع على عقد، يكون ملتزم بعقد، يمكن مده العقد 3 سنين 4 سنين، وممكن نفسها الاداره اللي وقعت العقد ويا هذا الفنان خلته بس مجرد هيك خلص، انه لا له اغاني ولا ينتجوا له اغاني ولا شيء، مجرد هيك خلينا نقول ينيموا سنه سنتين 3 لان تختفي الانظار عليه. لذلك انه اكو اللي يطلعون بالمرتبه الثانيه بالمرتبه الثالثه هم عادي طلعوا من البرنامج،
بس تواصلوا بنفس الوقت، هم حققوا النجوميه، مو شرط انه اللي اخذ الاول انه هو حقق النجوميه. مثل ما تفضلت انه المرحله الثانيه والثالثه يمكن اخذوا نجوميه اعلى من اللي اخذ هالمرتبه الاولى. احنا اليوم حتى ما يكون الحديث يعني ممل وهيك وانت الضوج وانت لانه صديقك العود وتحب دائما تدندن، فخلينا نسمع شيء ونرجع نسولف بالفن. اوكي. بما ان احنا وقت الصباحي فراح اسمعكم اغنيه عشق، وكنا بالموضوع عن اغلب المطربين اللي ياخذون الاغاني اللي يعني يميلون للاغاني العراقيه والالحان العراقيه، فراح نغني ان شاء الله تنال اجابكم. عيشي يا دقة حلوة وبالقلب تدق، يا هوا بعدك كان يختنق، أنا أعشقك وأتنفسك مثل الهوى، ترى الغرام بداخلي عبار، حد الأرض صعد ورا القمر، جمر الغزل بيشتعل ما ينطفي، ترى يلا وياك تبعد واحسك دوم قاعد ببالي، والتفت ما القى واحضن خيالي، قلبي اللي يحبك موت قد ما يحبك، مو قلبي لا والله سميته قلبك، ما عندي كل غالي بس انت غالي. عاش صوتك، عاش صوتك. اليوم العرب توجهوا نحو الاغاني العراقيه، هل هو الترند العراقي قوي ويشجع الفنان انه يروح عليه، لو هي الاغاني العراقيه فعلا هي يعني اغاني تجذب الفنان من اي دوله بالعالم؟ شوف، هي الأغاني العراقية من ذاك الوقت لحد هذا الوقت هي تجذب الفنان الفنان العربي، وبنفس الوقت المستمع والمتذوق العربي للأغاني. أي وبهذا الوقت حاليا صارت الأغنية العراقية، قلت لك من البداية أنه أخذت شهرة واسعة بسبب السوشيال ميديا اللي موجود، والترندات اللي فعلا دا تحقق يعني مشاهدات كلش كثيرة. يعني وبنفس الوقت الأغنية تكون حسب اختيار المطرب، ويمكن نعتمد على هذا الموضوع انه نقول ذكاء المطرب باختيار الأغنية والملحن أيضا. طيب خلينا نرجع على المواويل العراقية. البعض يقيم الفنان من خلال الموال، هذا مو فنان حقيقي ولا يمتلك صوت إذا ما يغني الموال، هذا الشيء صحيح أم خطأ؟ هذا الشيء من اساسيات المغني، خلينا نقول ما نقول المطرب او ليش المغني يقدر يغني موال؟ المغني فرق عن المطرب، اكيد. كلمه المطرب واحد وكلمه المغني واحد، نعرفها. الموال هو فن من الفنون الغنائيه اللي يعني يؤدى باغلب البلدان العربيه. المغني لما يغني الموال راح تظهر إمكانية الصوت وبنفس الوقت المساحة الصوتية له، وهل بالإمكان يطرب المتلقي أو المستمع أو لا. فأكيد من أساسيات المغني إنه لازم يغني الموال، يعني البعض ويحترف الموال، يعني من يغنون موال يعيطون يصيحون ما يطربون. طيب ممكن هاي يتمرسون عليها، اللي عنده صوت حلو ممكن يقدر يتمرس على الموال حتى يجيده بصورة صحيحة؟ اي اكيد ممكن. قلت لك اللي هي بالاساس اكيد لازم تكون هي موهبة، يعني الواحد من يغني لازم تكون عنده موهبة، ولما راح يحاول يبدأ يغني الموال راح يلاقي بعض الصعوبات من خلال بعض العرب الصوتية اللي تصدر من أحد الفنانين اللي يدا يسمع لهم. ممكن هو ما عنده هاي مثلا العرب الصوتية، أو ممكن يخليه يأديه بجمالية، مو شرط إنه يقلد نفس المطرب اللي يدا يغني الموال سواء بالصعود أو بالنزول أو شيء، المهم يأديه على جمالية، يأديها بلونه. زين احنا نسمع موال، ما توصفنا على الموال. يلا اوكي، خلينا نسمعكم موال موال صغير. اوكي.
راح اسمعكم موال واغنيه صغيره ولا موال راح ياخذ يعني وقت احنا شوي. يعني بس قبل موال، انت الورقه قدامك انت ما تحفظ صح؟ شوف عندك مشكله ماله؟ لا شوف، اغلب الفنانين عندهم مشكله بالحفظ، نسيان. وانا حتى من اطلع امسيات او اطلع حفلات انا اكون حافظ مو ما حافظ. اي بس للاحتياط انه صعب. انا مرات يعني من اذا نسيت الكلمه وما لحقت انتبه يمكن اضيف كلمه من عندي، عرفت؟ فما تحسس المقابل الا اذا كان حافظ الاغنيه يعني. حلو. نبلش موال. هذا طور المخالف. يلا. يا ويلي يا ويلي ما يسوى بعد العمر، ما يسوى بعد العمر، ما يسوى بعد العمر يا الغبت عني والله عني والله عني، بلياك بلياك وحش الوقت والروح تسألني، يا هو يرد لي خبر، يا هو يطمني، أنا عيوني على السهر ما تنحمل ووني والله 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 وني، وين انطي وجهي بعد، وين انطي وجهي بعد، والشوق كاتلني أنا فرقاك أنا فرقاك أحس يا ترف روح طلعت مني وين ويلي. لجل عينك يا غيدة أريد أسكن البيدة، لجل عينك يا غيدة أريد أسكن البيدة، واطوي درب رماله وجيك بعين هماله، واطوي درب رماله وجيك بعين هماله، ولا عوفك وحيده لجل عينك يا غيده، يا غيده من يمر اسمك علي يخف عقل وتميل القاعبيه، واقول اخذوك عذال من يديه، واقول اخذوك عذال من يديه، لو بيك ارد اضيفه وجرح اسرب مضيفه، لو بيك ارد اضيفه وجرح اسرب مضيفه، واسل بالقلب بيده لجل عينك يا غيده. الله 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 صوتك. طلبت موال بس غنيت اغنيه وياها لان من اساسيات الموال انه المطرب لما يغني الموال او المغني لازم موال وبعدين الاغنيه. طبعا طيب الاغنيه لازم تكون على نفس التون مال الموال. اكيد. طيب هاي الاغاني الفلكلوريه والتراثيه الحلوه اللي لي حد الان المطرب والمغني يطربنا بيها وتكون حاضره اذا كانت مسابقات امسيات، البدايه والاساس تكون هذه الاغاني. تعتقد بعد فتره من الزمن بعد سنين تصير اغاني هذا الجيل يعني تعيش ل20 و30 سنه؟ ما اعتقد بصراحه بهذا الشيء، لان يعني احنا هسه اذا الاغنيه قبل شهر نزلت يمكن بعد شهر اليوم يمكن ما حد يسمعها. يعني ما حد يسمعها، ظهرت بعدها مثلا اقل شيء ما يقارب 100 اغنيه، بينما الاغنيه القديمه هي اغنيه رصينه متكامله فلكلوريه مثل ما نقول تراثيه، تبقى هي الاصل وهي الاساس، متكامله من خلال اللحن من خلال الكلمات من خلال حتى صوت المطرب. زين انت تحب الاغاني السبعينيه ثمانينيه؟ شوف هي بالحالتين مطلوبه من الفنان المطرب او المغني، مطلوبه من عده، بس الذائقه حاليا بهذا الوقت اختلفت، يعني انا اغلب الامسيات اللي اطلعها مثلا ابديها كنت اسولف للشباب انه باحد الامسيات كنت اغني بديت باغاني تراثيه مثلا على شواطئ دجله، فراقهم بتشاني،
بديت اغاني مثلا اغاني التراثيه والقديمه. اشوف الناس اللي متوسطه بالعمر خلينا نقول، واللي ملحقين على هاي الاغاني واللي اكيد مفروض يحبوها، اشوفهم يعني ما متفاعلين. فانا بصراحه ظلت يعني بداخلي انه ايش بيهم ذول، يعني انا اغني وصح اباع الجمهور يمكن هي بس هم ببالي. بعدين غيرت شويه اللون، اختاريت من الاغاني الحديثه ورا اطلع على الموبايل قام يمكن هي الهوسه سبب هاي ممكن انه احنا شويه بسبب هذا عدم وجود هدوء والحياه هوسه وسريعه، قمنا ما نقدر نسلطن، يعني ما يقدر يمكن المتلقي يسمع على شواطئ الجلامور ويسمع تايبين، يراد لها يمكن ذوق، يراد لها وقت هدوء، لانه من دن يعني هسه انت لما تشوف انه احنا من نروح مثلا انه للهدوء او واحد يكون قاعد ببيته يكون يعجبه يسمع هاي الاغاني، بس مثلا بالشارع بزحمه الحياه ما دا يسمعوها، غادروها. مشكله هاي، وانتم بالجيل الجديد متحملين هذا الموضوع، يعني انت لازم تلبي ذائقه الجمهور وبنفس الوقت تحافظ على مستوى معين، انه انت ما تنجرف ويا الموجه. انت مسوي هذا التوازن اكيد عندك؟ اكيد موجود، انه بنفس الوقت انه انا متحفظ على انه احفظ الاغاني واختار الاغاني اللي تليق باذن المستمع لما يسمعها، انه حتى اذا كانت من الاغاني الحديثه اللي هو ممكن يكون من يميل للاغاني القديمه، من راح يسمع هاي الاغنيه الحديثه وغنيت مثلا بغناء حلو وبكلمات حلوه، اكيد هو من راح يتقبل هاي الاغنيه. وبنفس الوقت قلت لك انه انا احفظ الجديد والقديم، وهذا الشيء من اساسيات المطرب المطلوب، هذا اهم شيء طبعا. طيب يواكب العصرين. بعدها موجوده عندنا هذه الاساسيات اللي لازم تكون بكل مطرب، اللي هي انا بدي اسالك عليها، شو الاساسيات اللي تصير بكل مطرب او فنان حتى ينجح ويوصل اللي يريده؟ شوف اذا نحكي عن حاليا هسه هي تصير ضربه حظ، بس اذا نحكي عن الفنان الحقيقي انه اول شيء لازم تكون عنده موهبه، ثاني شيء لازم تكون عنده ثقافه موسيقيه، وبنفس الوقت احنا نقول يعني شنو ثقافه موسيقيه؟ الثقافه الموسيقيه انه يدرس الموسيقى، يتعلم الموسيقى، لان سلاح المطرب مثل ما نقول هو آلته، واقرب آلة للمطرب هي اكيد العود، مثل ما قلت آلة العود. فهاي من الاساسيات اللي المفروض تتواجد عند وحتى عند المطربين، وبنفس الوقت حتى اذا ما كان عنده الوقت انه يتعلم العود، من الضروري انه يعرف المقامات اللي يغنيها. طيب بشوف هسه الفنانين اللي عندهم اساسيات فعليه وحقيقيه ما ماخذين شهره واسعه، والفنانين اللي ما عندهم هذه الاساسيات وما يمتلكوا يمكن الصوت بس مجرد ضربه حظ، هم اللي نجوم حاليا؟ مو انا قلت لك شيء تكون ضربه حظ، والحظ بهذا الوقت اللي رافقه الحظ وينجم سواء كان مطرب او مو مطرب، فبالعافيه عليه نقول الله يوفقه. الامور ماشيه. اليوم انت شنو اكثر، خلينا نقول اكثر الفنانين اللي انت تحب دائما تدندن لهم او تغني لهم؟ اكثر الفنانين اللي احب دائما ادندن لهم الفنان قحطان عطار، الفنان الراحل صوت الارض ياس خضر. طبعا ياس خضر الله يرحمه، من الفنانين اللي تقدر تقول متاثر باغانيهم. الفنان قحطان عطار، حسين نعمه، ياس خضر، بس يمكن التوب قحطان عطار اللي اسمع له دائما. زين نسمع شيء قحطان عطار؟ اوكي نرجع للورقه. يعني مو هذا سؤالي ترى بحيله، يعني انا سالتك اياه عمود دلل، عمود اسمعك. دلل. شقول عليك اقول انساك روحي وياك، شقول عليك اظل زعلان من فرقك، مثل فزت طفل روحي تفز لا سمعتي بطرواك، مثل وردة وشحيح الماي مزنة مطار تتنخاك،
واقول لك ها شوف جفاك شوف السوا بي جفاك شوف السوا بي جفاك شوف السوا بي جفاك. الله 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 عليك. اليوم انت ليش مو كريم ويانا؟ نريد نسمع، نريد نسلطن. حضر لنا هوايه على مود أوكي. نتنقل بين واحده واحده. اوكي. اليوم قحطان العطار يعني صوته يكون دائما صعب، يعني لان هو عنده يمكن ما اعرف اني بدي احكي صح لو غلط، يمكن القرار او الجواب عنده عالي. قحطان العطار مو قصه انه يمكن نقدر نقول يعني الطبقه متوسطه. اي ما يجدوها اغلب المطربين، ومرات تصير احراجات، يعني انه من ينطلب قحطان تصير احراجات. انا يوم اريد اسوي حلقه اريد اسويها مشاكل. ما يجيدون قحطان يعني على الاخص قحطان من الطبقه، يعني دائما يتجنبون هاي الاغاني. هسه ماكو شخص طبقته نفس طبقه الشخص الثاني. اكيد هاي طبقتي تختلف عن طبقتي، طبقات الرجال تختلف عن الطبقات النسائيه. اي بالتالي انا من اقول لك متاثر بقحطان، انا متاثر بلونه وبالاغاني اللي هو مغنيها، مو انه متاثر بحركات صوته وانه انا لازم بس انا قصدي انه جرأة منك، جرأة اليوم لما انت تغني القحطان، تغني حسين نعمة مع حفظ الالقاب اساتذه كبار، جرأة منك ده. يعني اكو مطربين صار لهم سنين بالساحه الفنيه اليوم ما يقدرون يعني يتقربون يم هاي الاغاني، ويخافون من المجازفه. يعني حتى بالاصدارات ما يعني خلال السنوات الفاتت قليل مطربين غنوا لغيرهم، يعني غنوا اغاني قديمه او تراثيه. يعني اذا نعددهم بالنسبه للساحه بها اسماء هوايه يطلعون كم واحد. اكيد. شوف هي تعتمد حسب اختيار وذوق المطرب. ممكن هسه انا منو قلت لي اللي مثل ما نقول انه مأثر بي قحطان عطار، ممكن المطرب الثاني اللي ما يحب يغني القحطان عطار هو مو ما يحب اغانيه، وانما يحس بنفسه انه سامع هاي الاغنيه بس الاغنيه ما حاس بيها بداخله، فلذلك من راح يغنيها يمكن ما راح يبدع بيها. عرفت؟ بينما هسه انا او اي شخص يحب قحطان العطار ويسمع اغانيه من راح يغنيها، راح يغنيها باحساس حلو، راح يغنيها بغنى تليق بالشخص المقابل، انه راح يسمع يقول اي فعلا هاي الاغنيه هي قحطان عطار، وهاي الاغنيه اداها بشكل حلو. مو شرط انه يقلد قحطان العطار او يغنيها بنفس احساسه، لان كل احساس يختلف عن المطرب. طيب في يوم رفضت لحن الناس ممكن يصعدك للنجوميه، لكن ويا الوقت ممكن يصعد للنجوميه. ما انا قلت لك هاي ترجع لضربه الحظ. يعني ممكن اكو اغاني كلمات جدا جدا بسيطه وهناك تلقيها ضربه. انت رفضت؟ بس انا شخصيا يعني قبل مده من الزمن دخلت باحد الاستوديوهات انه اريد اختار لي فد اغنيه حلوه. نعم، انتاجك الخاص. نعم. سمعت كل الاغاني والقايدات اللي مسجليها، بصراحه ما شفتها تليق بي. كان عمر الشاعر او عمر ستار واعزف عود، يعني شفتها مو من لوني. فهو بتذكر بوقتها فرض علي، قال لي يعني انه هاي الاغنيه كلش حلوه وشلون مثلا يريد بس يمشي لي اياها او شيء، وفعلا كانت اغنيه حلوه بس ما حسيتها ضاربه. زين انت لونك وين؟ خطك وين؟ انا اللون يعني حسب ما شلون اقول لك اياها، يعني الرؤيه ممكن نقول اللون البغدادي. اللون البغدادي، الاغاني البغداديه، وبنفس الوقت اذا اميل مثلا اميل للون الغربيه، الباديه الغربيه، العتابات، السويحلي، النايل، وبنفس الوقت احب الاطوار الجنوبيه. فخلينا نقول متنوع. مسوي غربي. نغني شوي غربي. هم انا حزن. لا مو حزين، لا مرة حزين. الغربي المواويل وهاي اكيد. لا اوكي نغني بس مو حزين، احنا حزينين. الله يبعدكم عن الحزن، الله يبعدكم عن الحزن. يعني شيء على ذوقك، بس خلينا نقول الطور من الغربيه. لا راح نبتعد عن السلوان الغربيه. اوكي نغني اغنيه يلا انت حافظيها اكيد. اوكي. يمكن الاغاني الطور
مال الغربيه يمكن بالفتره الاخيره ترند، فالناس قامت تحب تسمع. يعني الالحان حلوه. اللون الغربي اكيد ببدايه همنا لازم موال يكون موال حزين بنفس الوقت اغنيه، فخلينا يلا يلا اغنيه مرينا بكم حمد الراحل يا صدر، اكيد مشاركتكم اكيد تكون احلى. يلا. ومرينا بكم حمد واحنا بقطار الليل، وسمعنا دقق هوا شمينا ريحته، يا ريل صيح بقهار صحت عشق، يا ريل يا ريل صيح بقهار صحت عشق، يا ريل هو دار هواهم ولا حد رسنا بالقضم، وانا اردلوق الحمد ما لوقنا الغيره، يجفني برد الصبور وتلجلج الليره، يا ريل صيح بقهار صحت عشق، يا ريل هو دار هواهم ولا حد رسنا بالقمر. الله الله الله، يسلم صوتك. احلى الاغاني، من احلى الاغاني. بما انه حضرتك فنان، نقدر نقول بيك المقومات الاساسيه والرئيسيه لكل فنان وتعزف على آلة العود، اليوم انت مع ام ضد انه الفنان يلحن اغنيته لنفسه؟ ضد، العفو. مع ام ضد؟ لا اكيد مع الفنان اللي يلحن اغنيه نفسه اذا كان يمتلك موهبه التلحين. طيب ليش؟ شنو راح يفرق؟ التلحين موهبه. ممكن المطرب اذا يمتلك موهبه التلحين ويلحن اغنيه لنفسه، ممكن راح يعرف اللون اللي هو يختاره، ومن راح يغني راح يؤديها يلحن اللحن اللي يكون قريب لذاته وقريب لاحساسه. اي اليوم مع هذا الشيء. اليوم الالحان هي يعني صعبه الفنان يلقى لحن اللي يناسبه، يعني انت تشوف اللي يلقي لحن اللي يناسبه اعتبار كلها مطروقه وكلها سمعت يعني فطنه وذكاء الملحن. يعني اكو ملحن ذكي لما تروح له يقول لك سمعني، يريد يعرف مساحه الصوت اللي عندك، يريد يعرف امكانياتك بالغناء شنو، تنقلاتك بالمقامات. على اثرها الملحن راح يختار لك الاغنيه اللي تناسبك وتناسب لونك وتناسب صوتك. زين، هي اليوم الاغنيه اللي متعوب عليها كتابه ولحنا تكون غاليه، صح هذا الموضوع؟ تكون شنو؟ غاليه بكوست، اجورها غاليه. اي غاليه. هسه صارت الاغنيه اللي ممكن كلامها قوي ولحنها قوي والمطرب راح يختارها قوي، لازم تكون اغنيه بسعر مبالغ كلش به. يعني جوده الاغنيه بهذا الوقت تعتمد على حسب الماده اللي موجوده عند هذا الشخص المطرب. اذا كانت الماده اللي عنده بسيطه ما راح تطلع الاغنيه بذيك الجوده الجيده. هي صارت عمله نادره. يعني انه تلقى اغنيه يعني حلوه متكامله. يعني قلت لك صارت اغلبها تجاري. هذا وقتنا صارت كلها عباره عن التجاره. طيب خلينا نحكي على الجاي والقادم، شنو محضر لنا، شنو راح تنزل؟ انا بصراحه لحد هسه يعني ما مسجل اي عمل. عندي ممكن بعض خلينا نقول الكلمات اللي ممكن ان شاء الله عن قريب اكون محاوله التلحين. انا ما اريد اقول انه انا لحنت اغنيه لان تبقى اكيد انه الملحن ما راح اقول انه انا ملحن اغنيه، ممكن راح يسمعها بس ما راح ياخذها بانه فعلا انه اللحن الصحيح واللحن المضبوط. فان شاء الله القادم انه راح من الضروري انه لازم اختار الاغنيه ولازم اسجل اغنيه، مثل ما تقول اغنيه هويتي.
وان شاء الله تكون اغنيه ضاربه ان شاء إن شاء الله. قلت لك يكون هي ضربه ماكو شيء مستحيل. يعني اكيد لا، ماكو شيء مستحيل ان شاء الله. وضروري انه إن شاء يعني المطرب او الفنان المثقف يكون اليوم له وجود بالساحه، حتى لو هي هاي الساحه ما كانت مهيئه له او ما كانت تشبهه، بس هو ضروري يكون موجود حتى على الاقل انه يغير نظره الترند والهبه الجديده والموجات الصايره يعني. هاي من المفروض انه تكون أيه. متواجده، بس حاليا الانظار اللي اغلب الانظار، ما نقول الانظار بصوره عامه، لا نقول اغلب الانظار هي تكون على الصوره الماخذه ترند، الشخصيه الماخذه ترند، بغض النظر عن اذا هو كان يمتلك الصوت اكيد. بس ان شاء الله راح يجي دليل انه احنا وانتم تشوفون بعض الاغاني اللي تنزل سواء بالحفلات سواء بالامسيات المطاعم العائليه الموجوده خاليه من المحتوى. اي بس ان شاء الله نقول انه يجي وقت وتنتهي، لان هي ظواهر بالنهايه سلبيه يعني مو ايجابيه. انا دائما احكي اقول انه ما يصح الا الصحيح. بالضبط. لابد وين يجي الوقت المناسب اللي حتى وين يكون الوقت فاتنا او ما اعرف ايش، لا لا الجيل اللي ورا راح يكون انه هو ابدا لازم نبقى متيقن انه ما يصح الا الصحيح وياخذ استحقاق ان شاء الله. اكيد. عمر طبعا نورتنا واسعدنا تواجدك، واتمنى لك كل التوفيق. شكرا نختم وياك باغنيه. التوفيق للجميع ان شاء الله. اي اكيد نختم باغنيه. اي اللي احنا طماعين شفنا اوراقه هوايه فساعدنا نطلب. نغني حايره؟ يلا ما دام حافظين تشاركونا حتى تكون يلا انا صوتي ما علي ترى. اهم شيء المشاركه. حايره والشوق بين عيونك خايفه، تحبين ويلومونك. حايره والشوق بين عيونك خايفه، تحبين ويلومونك. والله نص الدرب محتاره، ما تعرفين هذا العشق واسراره. والله نص الدرب محتاره، ما تعرفين هذا العشق واسراره. والسهر ذبل سواد عيونك حايره، والشوق بين عيونك. خلينا ندلل طريق نمشي، اول هوا ضح خلي نعرف تالي. خلينا ندلل طريق نمشي، اول هوا ضح خلي نعرف تالي. والله نص الدرب محتاره، ما تعرفين هذا العشق واسراره. والله نص الدرب محتاره، ما تعرفين هذا العشق واسراره. والسهر ذبل سواد عيونك حايره، والشوق بين عيونك. الله شكرا عمر، نورتنا واسعدتنا ونورنا وجودك. يا رب ان شاء الله لقاءات قادمه وتنورنا مره اخرى بنهاركم العراقي.